شاب جزائري عامل 23 عملة 23 قضية في إيطاليا، خرجت جورجيا ميلوني وحكت عليه، وإيطاليا الكل تحكي عليه كيفاش ما نجموش يرحلوه. هو عنده الأوراق ومن ظهره إنه متزوج بإيطالية وعنده زوز أولاد من الإيطالية ذيك. آخر قضية في 23 قضية كان يعني عنف امرأة، يعني اللي معناها قراب. حتى وأنت عندك الأوراق في أي دولة العنف هذاك ينجموا ينحوا لك أوراقك ويرحلوه. الحصير هزوه لألبانيا على أساس باش يحجزوه في ألبانيا وبعد يرحلوه للجزائر. يا أخي بالقانون ظهروا ما ينجموش يطبقوا عليه نتاع هزوا لألبانيا، خاطر ألبانيا عملوا فيها زوز سناطر على أساس باش يهزوا فيه مهاجرين غير شرعيين اللي ما عندهمش أوراق، وبعد تراجعوا فيه القرار. ثم عملوا كعبات وصلوهم غادي، أما ما نجحتش يعني. الفكره نتاعهم ما نجحتش. هذاك علاش الجزائري توا الدوله الايطاليه والسلطات الايطاليه وجورجيا ميلوني الكل مطالبين باش يعوضوا له فلوس باش يرجعوه لايطاليا يعيش، بالرغم اللي هو عامل 23 عامله. معناها بالقانون يلزم يشد حبسه في ايطاليا ويسيبوه، ما ثم لا ينجموا يرحلوه لا ينجموا يهزوه لالبانيا. وكانت مرته وقفت معاه برشا وقلبتها قضيه راي عام. هو عام 23 عامله نورمالمون يتعاقب في ايطاليا، يشد حبسه في ايطاليا ويسيبوه في ايطاليا خاطر عنده مرته وصغاره.